أكيد كلكم سمعتوا عن الكوبرنيتس وإن الكوبرنيتس بقى المعيار الأساسي لتنظيم وإدارة الكونتينرز، ومع زيادة تعقيد الابلكيشنز في الكوبرنيتس إدارة التطبيقات دي يدويا ممكن تكون مرهقة وصعبة. ففيديو النهارده هنتكلم عن الهلم، أداة قوية بتسهل نشر التطبيقات وإدارتها في الكوبرنيتس. فسواء كنتم مبتدئين أو محترفين ففهم الهلم ممكن يغير من طريقة شغلكم مع الكونتينرايزد كلاود ابلكيشنز. طب إيه هو الهلم والهلم تشارتس وليه المفروض نهتم بيهم وإيه استخداماتهم ونستخدمهم إمتى؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده. الهلم ليه خصائص ومميزات كتير وبنستخدمها على أساسها. في الأول ممكن نعتبر الهلم هو عبارة عن باكج مانجر للكوبرنيتس، فممكن مثلا نعتبرها حاجة زي اليام والابت، ودي أمثلة للباكج مانجرز على الأوبريتنج سيستمز. فهي طريقة مريحة وعملية علشان نقدر نجمع اليام الفايلز اللي عندنا ونبتدي نصدرها للريجسترز اللي عندنا سواء كانت برايفت أو بابليك. تعالوا ناخد مثال نوضح فيه الكلام الغريب اللي بنقوله ده. نفترض دلوقتي إن إحنا طبقنا الابلكيشن بتاعتنا في الكوبرنيتس كلاستر وعايزين نعمل deploy مثلًا للELK stack اللي الapplication دي هتستخدمها علشان الELK يجمّع الlogs بتاعتها. وعشان نعرف نعمل deploy للELK stack هيبقى في حاجات كده لازم تبقى متوفرة زي الconfig map والsecret والservices وحاجات تانية كتير. فدلوقتي لو هنعمل الfiles دي كلها manually أو يدويًا لكل cluster فموضوع هيبقى صعب جدًا ومش عملي أوي. لأن الأول هنكتب اليامل فايلز المخصوصة لكل حاجة من دول وبعدين نجربها نتأكد إنها شغالة ونتأكد إنها بتتنفذ زي ما إحنا عايزين فعلا وبتؤدي المهمة اللي مطلوبة وبعدين نبتدي نطبقها عندنا. كل ده هياخد وقت. فالتفكير الصح إن واحد مثلا يعمل اليامل فايلز دي مرة واحدة ويعمل لهم باكجينج أو يخليهم كأنهم ابلكيشن، وبعد كده يحط الابلكيشن ده أو اليامل فايلز دي في مكان الناس تعرف توصل له علشان يعرفوا مثلًا يستخدموا الfiles دي لو هيطبقوا نفس المحتوى اللي موجود في الpackage دي. والpackaging أو الbundle دي أو مجموعة الYAML files دي بنقول عليها Helm charts. فمن الاستخدامات المعروفة في الHelm charts بتبقى في الmonitoring applications مثلًا زي الPrometheus. فإن إحنا مثلًا نعمل configuration ونعمل الYAML files من الأول للPrometheus بيبقى الموضوع صعب ومُعقّد. فالأسهل إن إحنا بندوّر على حد فعلًا عمل الكلام ده وعمل templates أو Helm charts دي جاهزة وبناخدها وبنستخدمها في الcluster بتاعتنا. وممكن أصلًا نلاقي الvendor أو المصنع اللي عمل الtool دي يكونوا حاطين على الweb site بتاعهم Helm charts جاهزة، الناس تاخدها وتستخدمها علشان يسهّلوا استخدام الtool دي في الcluster بتاعتهم. وفكرة المشاركة أو إن الcommunity تعمل share للHelm chart دي مع بعض والناس تسهّل على بعض الشغل، ده اللي خلّى استخدام الHelm والHelm charts مشهور جدًا. فلو عندنا cluster بتاعتنا وعايزين نعمل deployment لأي حاجة جواها، ومثلًا الapplications اللي إحنا عايزين نعمل لها deployment ليها Helm charts، فممكن بسهولة إن إحنا ندوّر على Helm charts المشابهة للي إحنا عايزين نطبّقه، وبناخدها وبنبتدي نطبّق الcharts دي عندنا في الcluster. وبنيجي نبحث أو بندوّر على الcharts دي بطريقتين، ممكن إن إحنا ندوّر على الcharts دي من خلال الpublic registers من عن طريق الcommand line أو من عن طريق الHelm hub أو أي repository تانية ممكن حد يكون موفّر فيها الHelm charts دي. والطريقة التانية ودي الأكتر استخدامًا في الشركات إن إحنا بنعمل الcharts دي من الأول وبنبنيها وبعد كده بنعمل لها push على private registry علشان أي حد في المؤسسة أو في الشركة بتاعتنا يقدر يستخدمها. ومن الخصائص التانية المفيدة اللي بنستخدمها في الHelm إن إحنا بنتعامل مع الHelm على أساس إنه templating engine. يعني إيه بقى templating engine؟ تعالوا كده نتخيل لو عندنا application مكوّن من microservices كتير، وعشان نطبّق الmicro services دي في الcluster بتاعتنا هيتطلب مننا إن إحنا نعمل YAML files ليهم علشان نطبّقهم في الcluster. فمثلًا لو هاطبّق 10 micro services من نفس الapplication بس مثلًا هادّي لكل micro service اسم مختلف ومثلًا كل micro service هاشتغل بimage version مختلف، فالطبيعي إن أنا هاكتب 10 YAML files عشان أطبّقهم. وده طبعًا شيء مُتعب إني أكرّر نفس المهمة 10 مرات، بالرغم إن كل المطلوب مني أغيّره هو اسم الmicro service والimage version اللي هاستخدمها. فالHelm سهِّل علينا الموضوع شوية في النقطة دي. فالتفكير لو إحنا عايزين أطبّق نفس الYAML file ده أكتر من كذا مرّة بس في اختلافات بسيطة، فليه ما نعملش حاجة اسمها template أو نموذج موحّد كده؟ وفي الtemplate دي أبتدي أعرّف variables أو متغيّرات للparameters اللي هتبقى مختلفة كل شوية، وفي الآخر الHelm يطلّع لي الfile من الtemplate دي بالvalue اللي أنا عايزها، بدل ما أروح كل شوية أكتب الYAML file بتاعي من الأول، والvalue دي هادّيها له من configuration file تاني أو YAML file تاني أو من عن طريق الcommand line كمثال.
وجوه الvalues configuration file هابتدي أعرّف الobjects المفروض يبُص عليها علشان يغيّر الvariable ده، اللي هاعرّفه بالobject الخاص بيه، ودي حاجة بنعملها كتير جدًا خصوصًا في الCI/CD pipelines، لإن وإحنا بنعمل build للpipeline بتاعتنا ممكن أبدّل الvalues اللي عندي بvalues تانية على طول من غير ما أروح أكتب الYAML files من الأول تاني. ومن استخدامات الHelm التانية إننا نستخدمه زي ما قُلنا على إنه package manager. فلو عايزين مثلًا نطبّق الapplications بتاعتنا على أكتر من كذا environment، فمثلًا لو عندنا cluster اسمها dev وcluster اسمها test وcluster اسمها prod، فبدل ما أروح أطبّق الYAML files المخصوصة للapplication ده في كل cluster على حدة، فساعتها ممكن أروح أعمل packaging للapplication ده واستخدمه على أساس إنه Helm chart، وبعدها نستخدم الHelm chart دي إن إحنا نطبّق الapplication ده أكتر من مرّة على كذا cluster environment. فتعالوا كده نشوف إزاي بنبني الHelm charts بتاعتنا أو الهيكلة شكلها عامل إزاي. والcharts مبنية على أساس الdirectory structure، زي كده لمّا يبقى عندك في الLinux directories وتحتها شوية files وdirectories. فأول level اسم الchart ذات نفسها أو الfolder اللي هيكون فيه كل حاجة ليها علاقة بالcharts دي، وتحت الfolder ده عندنا كذا حاجة. أول file عندنا اسمه الchart.yaml، وده بيبقى فيه الmeta data أو البيانات الوصفية للchart بتاعتنا، بمعنى تاني إن الmeta data دي أو البيانات الوصفية دي بتعمل زي تسمية أو ملخص للمحتوى اللي يخص الcharts بتاعتنا. وتاني file اللي هو الvalues.yaml، وده زي ما وضحنا قبل كده إن ده بيبقى فيه الvalues بتاعة المتغيرات بتاعتنا اللي هتبقى متعرفة في الtemplate، ودي بنقول عليها الdefault values، وممكن نغير الdefault values دي زي ما إحنا عايزين. وعندنا بعد كده folder أو directory اسمه charts، وده بيبقى فيه الcharts dependencies أو إيه التبعيات المعتمد عليها الcharts بتاعتنا. وأخيرًا بيبقى عندنا folder اسمه الtemplates، وده الfolder أو الdirectory الفعلي اللي هيبقى فيه الtemplates بتاعتنا اللي هنستخدمها. فلما بنيجي نكتب helm install والchart name بتاعتنا، فالhelm هيروح يطبّق الYAML files دي في الKubernetes cluster عن طريق إنه هيستخدم الtemplates files ويبتدي يملأ الvariables من الvalues.yaml، ويروح يقول للكوبرنيتس آدي الmanifest files أهي لو سمحت طبّق لي الapplication على أساسها. فممكن بعضكم يسأل نفسه سؤال، طيب إزاي نقدر نغيّر الdefault values اللي موجودة عندي؟ فمثلًا لو عندي values.yaml شكله كده فيه 3 values، ودي زي ما قُلنا هتبقى الdefault values. فلو عايزين نغيّر value معيّنة منهم أو كلّهم، ساعتها هنروح عاملين file زيادة اسمه مثلًا custom-values.yaml، ونحط فيها الvalues اللي إحنا عايزينها، وبنطبّق الكلام ده من خلال إن إحنا بنكتب helm install وبادّي له dash values flag، وبادّي له اسم الfile اللي إحنا عملناه اللي هو اسمه custom-values.yaml، وأخيرًا اسم الchart بتاعتي. وعشان نعرف نطبّق الapplications جوّه الKubernetes cluster بتاعتنا، لازم نفهم الarchitecture بتاعة الmicroservices اللي عندنا، وإزاي بتعرف تتواصل مع بعض وبتشتغل إزاي. فممكن تشوفوا الفيديو ده عشان تعرفوا أكتر عن الmicroservices وليه الناس فكّرت تنقل من الmonolith للmicroservices architecture.